كان جالنا سؤال من مريضة بتسأل تقول يا دكتور أنا نظري ناقص 8 قصر نظر وعندها نص درجة استجماتيزم وعايزة أعمل عملية الليزك بس خايفة وقلقانة أعمل الفحوصات أحسن ما تنفعش. وفي الحقيقة الرقم اللي هو ناقص 8 ده بنسميه رقم وسط. في بعض الناس اللي مقاسهم ناقص 8 ينفعهم ليزك وبعض الناس لا، يعني هي خايفة إن يطلع ما ينفعش ليزك عادي، حتى لو طلع ما ينفعش ليزك في بدائل. يبقى أول حاجة لازم حضرتك هتيجي تنورينا هنعمل الأشعة حسب السمك القرنية وتحدد القرنية وكده، هنحدد لك هل فعلا يناسبك الليزك وساعتها هنعمل ليزك. طب لا ما يناسبنيش، مش هنقول لحد كده خلاص ما يسيبكيش والبسي نضاره خلاص. لو انت عايزه تتخلصي من النضاره عندنا حلول تانية كتير. اولها طبعا احنا ننزل عدسه اي سي ال، طبعا ده يرجع لسن حضرتك انا عارفه كام بالظبط وهنحدد. عدسه الاي سي ال دي هتخليك تشوفي نفس الرؤيه اللي كنت هتشوفيها بالليزك من غير نضاره وتشوفي في القريب والبعيد عادي من غير اي تغيير. طب في حل تاني ممكن نزرع عدسه متعدده البؤر، ان احنا هنشيل لو احنا سننا كبير او حاجه، ان احنا هنشيل العدسه اللي ربنا خلقها لنا ونحط عدسه مكانها تخلينا نشوف قريب وبعيد وفي نفس الوقت تستغنى عن النضاره.